قنبلة. مالك؟ مالك؟ انت ما عارف مالك؟ ما عارف مالك كده قول. أسامة اي احنا لينا كم سنة اتزوجنا؟ لينا 5 6 7 في الحدود دي يعني. طيب 5 6 7 يوم واحد ما طلعتني فسحتني. اليوم كله انا قاعدة في البيت، ليه؟ والله يا احلام انت ذاتك يعني تتذكر المرة اللي فاتت مش مرات افسحك وين يعني؟ الفسحة دي وين؟ ليه وين؟ اها الدنيا دي كلها حدايق بنمشي بالشارع؟ وما حنمشي بوين؟ الشارع ده فيه ناس؟ فيه ناس حيكون في عربات ماشية؟ هاي عربات ماشية وركشات ماشية. ايوه يعني ما تتذكر المرة اللي فاتت لما بتاع العربية ده طلع راسه وانا قمت شتلته بالطوبة قامت اتكسر الجزاز بتاعه ودوناه المحكمة وغرموني الشيء الفلاني يعني دار المشهد تاني اتكرر لي يعني. انت بقى عايز مشاكل، الشارع ده خليه علي انا هحل المشكلة دي. انا زعلان وزات عسيرة مالك سنة ويجي من الشغل طوالي سريع وبغني ليك وبونسك ومالي لك وقتك في شنو يعني؟ والله قريبت البيت من تجي داخل غنبلة وتضحك وتعيلي لي ما يا اخي زهقت خلاص. وحسيتي قاشرة كده ماشية وين؟ ماشي اتفسح وانت ذاتك هتطلع معاي وهسه هتكشر وهنطلع سوا. يعني ده المزعلك يعني؟ اي خلاص يا اخي ما تزعل كويس؟ بمر بك خلينا نمشي نتفسح لكن بحاول اضبط اعصابي انا. نشوف وعيني انا جبت لك الثوب ده يا الله 300,000 يا سلام مع الزاد. الله يا غزال عفيت منك يا اخوي. يا سلام يا اخي انت ما بس يا سامة الغنبلة دي هتنفجر السجن. احسن نتفسح ماشي ما كده. عليكم السلام والرحمة. معلش ضايقناك. لا عادي ولا يهمك، ده مكان عام ولا يهمك. ممكن نتعرف على بعض؟ المناسبة أنا سمعت إنه جيران في ترابيزة واحدة. نعم نعم الله عليك. في شنو؟ في شنو أنت ده؟ انت في شنو؟ أنت ضاربني هنا تقول لي في شنو؟ تقول لي أنت ضربتني ده وقلت لي في شنو؟ وانت ضارب لي هنا ده وتقول لي في شنو؟ ضربتني نظري أنت ما عرفت في شنو؟ هاي انت في شنو يعني؟ نعم في شنو يعني في شنو؟ أنت داير مني أنا شنو؟ داير شنو؟ أحترم المكان ده يا أخي. ناس قاعدين في ترابيزة تيجي تقول لي كده. يا اخوانا ابو شباب عشان ما تفهم غلط معلش الزول ده زريانة. زوجي؟ عايز زوجي. دي غنبلة سماح تزال في الطول والعلا
قنبلة قالوا احتمال تنفجر قنبلة بقيف والله ما بجر قنبلة 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 قنبلتي اجيب لي الخرطوش عم طاهر زين. كيف احوالك؟ ان شاء الله شوف. تفضل. اتفضل شنو؟ يا اخي وكجاد ما تجيبها لنا يا اخي، نحن وجيران، بعدين تعرفها بناسك جنبك. والله نحن أهلك يا أخي. والله يا والله والله انا اقول لك حاجه أي. يا اخي والله العظيم ذاته حرام عليك، حرام عليك اللي بيسوي فيه ده. لا ما انا كنت يا أخي جايبه بيسوي قدام فيه البلد. ده ما في زول بيسويه. ليه؟ يا أخي كل يومك دي كل يوم سايقه لي في موتر. أنت يا أخي فاهم والله غلط. كسرت يا اخي، افهم شنو يا اخي؟ يا اخي اللوم دي الرسول قال امك ثم امك ثم امك ثم ابيك، يا اخي حرام اللي بيسوي فيه لامك ده ما بينفع. انت ما فاهم حاجه عاين انا يا افهمك. اخي افهم شنو؟ اسمع كلامي يا زول انا افهمك. الجنة عاين. تحت أقدام الأمهات. أي، لكن أنا أفهمك. قدرها يا أخي. يا عين. بيسوي فيه ده. لا، أنت راكب حرام غلط. لا عليك يا عين. تعال أنت فاهم غلط. يا أخي، أنت بتفهم عشان تفهمني. يا عم طاهر يا زول إيه لا هتعرفها. يا زول انا عمي طاهر عمي طاهر تعال افهمك والله يا اخوان. تفضلوا 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 تفضلوا. هو وين إن شاء الله؟ وين إن شاء الله؟ الحديقه لو سمحت. الحديقة. الحديقه انا يا ابو الشباب وشك ده ما غريب علي غريبه، يعني زي اللي شافوفنا قبل كده. قاعد تجي النادي بتاع 17. لا لا تطلب قواجع يعني ساميه قواجع. لا. الغريب تشاوفنا والله يغير تشاوفنا، يعني قدام التشاوف. الغريبه شنو؟ تشاوفنا. اجيب انا لجنتك دي ما غريبه علي. انا اسمع التدريب المهني. لا يا اسامه الخليج بدوي. زمن يا اخي، ديك كم سنه؟ والله يا اخي تقريبا 13 سنه قد. والله عمر زور والله يا سلام. كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. كيف الاحوال؟ دي الوالده الحديقه دي الوالده كيف ان شاء الله طيبه يا خالد؟ يا طيبه الله يجزيك عيالنا يجيوك افواه. اسمعنا الحمد لله الله حايمه والله الموت الخبيث ندعو الله السلامه والله بعيده. وديها البلد والله حتى امي وديتها البلد، وديها البلد طوالي. افهم يا بدوي. والله البلد حرق شديد. البلد دي مع ضيق لا تنفع معاه. افهمني يا اخي. هاي دي ما الوالده، دي شنو؟ دي المدام. منين البلد منو؟ لي انا. كيف؟ انا عوض نسيت عنده قروش ولا ده عوض. لا بدوي شرفت والله شرفت. الله غدر يا ابن الله يا اخي نحن جينا هنا وشايفينك انت ما شاء الله شهيم وولد ممتاز في الحي هنا والناس كلها بتشكرك. الله يديك العافيه. صحيح والله. عيبنا نحن ان شاء الله جينا اخر ليله في بيتك العامر بوجودك انت بوجودنا نحن معاك ذاته. فطبعا يا ابني أسامة أنت زي ما عارف الزواج ده سترة ورحمة ومودة، وزي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تناكحوا وتناسلوا، ويعني أنا مباهي بكم الأمم، فإن شاء الله يعني القرب منكم يعني نحن إن شاء الله دعم الخير، وربنا سبحانه وتعالى يوفق إن شاء الله يا ابني. فيا اخي والله جايين يا اخي دارين القرب من يد امك لاخونا الطاهر ده، وان شاء الله يكون كله خير وما تكسفنا ان شاء الله.